روتين يوم رمضان يعني بمعنى أصح بننام متأخر وبنقوم متأخر وحالنا متشقلب ومش عارفين نعمل ايه في المدارس والحضانة والكلام ده كله. الدنيا ملخبطة خالص، بس هنعمل ايه؟ ادينا ماشيين. اول حاجة بقى الترابيزة دي اللي عليها الفوانيس وال... والطبل بتاع العيال وفوانيس كده. عايزه اقول لكم ان انا كل ما ارصهم يروحوا مشقلبين حالهم، كل ما ارصهم يروحوا مشقلبين حالهم وارجع اعدلهم تاني. المهم رصيتها بقى كده ودعيت ربنا كده، قلت يا رب تفضل كده زي ما هي. رصيت كده 3 فوانيس ايه ورا بعض كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى بدأت ان انا ايه اشيل بقى اللي عايز يتطبق يتطبق واللي عايز يتشال يتشال. بس اكتر حاجة بقى مضايقاني هي شنط العيال وكتب العيال. كل شوية يا ولاد الكتب بتاعتكم حطوها في التربو زي ما انا كنت عاملة فيديو قبل كده، وجبت لهم التربو عشان يحطوا فيه الكتبات. مفيش فايدة. يجوا من الدروس يروحوا حاطين الكتبات على الترابيزة، تمام، والشنط على الكنبة او على الركنة كده، ويروحوا سايبينها. افضل الم واشيل في كراريس واحط مش عارفة في ايه المهم الستارة بقى دي اما جيت افرش فرش رمضان انا ما كنتش لاقياها. يعني هي كانت في ايدي وفجأة كده بص لقيتها يعني مش راحت فين، ادور عليها سقطت في مرقط مش لاقياها. المهم يعني لما لقيتها قلت ان انا هقرر يعني ايه هعلقها. انا ما ينفعش رمضان يعدي كده من غير ما اعلق الستاره دي. هي عندي بقالها والله كذا سنه بس بحبها قوي ولازم اعلقها كل رمضان، ولو ما علقتهاش بحس ان في حاجه كده ناقصه، فكنت هتجنن عليها بصراحه. لما لقيتها بقى فروحت مركباها، هركبها معاكم دلوقتي ان شاء الله. المهم عايزه اقول لكم بقى لو انتم مش مشتركين في القناه اتمنى تشتركوا في القناه وتدوسوا على زر الجرس. تمام، اهم حاجه والله العظيم يا جماعه الاشتراك مش بفلوس، والله اقسم بالله ما بفلوس والله ببلاش. المهم لو اكيد يعني انا عايزه اقول لكم ان انا من الناس لو في قناه عجباني من غير اي مثلا ما هي تقول او كده انا بعمل لها اشتراك. فاهمين قصدي؟ فانا مش بحب اصلا اقول كلمه ايه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ومش عارفه ايه عشان يجيلكم اشعار جديد لا. اللي عاجبه قناة بيشترك فيها من غير ما حد يقوله. انا لو انا يعني انا لو اتفرج على قناة وصاحبة القناة دي بتقول مثلا ايه قبل ما تتفرجوا على الفيديو دوسوا على كلمة اشتراك مش لو انا ماليش مزاج ان انا اشترك في القناة انا عمري ما هشترك في القناة. فاهمين قصدي؟ لكن لو ليا مزاج وهي ما بتقولش او القناة عجباني انا هشترك على طول، انا بشترك على طول. المهم كنت بوريكم الستارة وبقول لكم بصوا بقى ركبتها كده على الستارة التانية زي ما انتوا شايفين كده اهو، ادت شكل وبهجة ومنظر للمكان تحفة تحفة تحفة. آه كده بقى ايه خلاص انا خلصت ورتبت. عايزه اقول لكم في كوم كده جنب الترابيزه دي يا جماعه حاجات رمضان شنط رمضان يعني وكده. اول مثلا ما نعبيها هروح حاطه الترابيزه مكانها كده وهيبقى المكان ايه رايق اكتر واكتر ومرتب عن كده كتير. تمام، خلصت بقى كده وبدات ان انا ايه اكنس. عايزه اقول لكم ان انا عبال ما وصلت للمرحله دي كنت يعني استشهدت والله. يعني هو الشغل مش كتير يا جماعه، بس اللي بيزهق ان انت الواحد ممكن يبقى لسه مثلا عامل حاجه وتلاقيها في ثانيه اتبهدلت. طب حرام، يعني الواحد بتصعب عليه نفسه والله العظيم اما يبقى لسه يا دوب مخلص الحاجه ويتضير يعمل حاجه تانية وتلاقي الحاجه دي اتبهدلت في ثانيه. هو انت ما فيش حاجه نظيفه يعني انت مثلا لو روقتي ومثلا بعد نص ساعه وحد دخل عندك البيت هيلاقي البيت متبهدل، يبقى انت مثلا كأنك بقالك اسبوع ما روقتيش ما عملتيش. فبتبقى حاجة بتزعل يعني. صوتي والبرد مبهدلني. هنا بقى كان عندي حبة خضرة اللي هي بتاعت السلطة بقى بتاعت رمضان وكده، فقلت بقى ايه انا هنضفهم كده واغسلهم واعينهم في التلاجة. اول ما عوز منهم اول ما عوزهم يعني اطلع منهم على طول يبقوا ايه نضافوا كده. مش عارفة حاسة ان انا مش عارفة شرقانة زورونة مش عارفة عندي برد زكام حاجات كتير كده على بعضها. المهم بقى معانا الصينية دي كده انتوا هتشوفوها الصينية دي صينية رمضان اللي هي صينية السلطة. هتبقى معانا بقى طول رمضان فيها بقى ايه كل جميع الخضار. ده كده برطمان ليمون مخلل وده كده برطمان آه مخلل يعني كنت انا مخليه معاكم هنا في القناة فحبيت اعمل لكم المنظر الجميل ده. طبعا رمضان يبقى مخلل معروفة على طول كده يعني مش محتاجة فهلوة.
هنا بقى كنت عايزة إيه، كان عندي حبة مواعين اللي هُم بقى إيه بتوع السحار السحور السحور وكده، فكان عندي حبة مغسولين. رُحت إيه رصاهم عشان خاطر أبدأ إيه أرص المواعين اللي هي هتتغسل. عايزة أقول لكم دي بقى كوبايات رمضان وريتها لكم قُلت لكم عليها. دي كوباية رمضان أهي يا جماعة مرسوم عليها فوانيس مكتوب عليها رمضان كريم، وشكلها بهجة كده وجميل. عايزة أقول لكم إن أنا عندي يعني مش عارفة أنا ليه مالية الدنيا عندي فوانيس، فوانيس، مش عارفة، هي جات كده والله. المهم بقى هنا هابدأ أغسل شوية المواعين دول، عشان أنا لو غسلت شوية المواعين دول هاحس إن أنا بالي رايق وهادي وأعصابي هادية. طول ما الحوض فيه مواعين، طول ما أنا حاسة إن يعني هَم الدنيا كله على راسي، ما باحبش الحوض يبقى فيه مواعين. ولو أنا عندي مواعين كتير والحوض مليان مواعين، باحس إن أنا زهقانة وقرفانة وطهقانة، والله العظيم بجد. طول ما الحوض فاضي تحسوا إن أنا peace كده وفريش والدنيا عندي وردي، الدنيا ربيع. المهم كده إيه، قُلت بقى أنا هاخش إيه آخد شوية المواعين دُولة كده، عشان خاطر أمّا آجي أعمل فطار يبقى إيه المطبخ رايق كده ونضيف وجميل، والواحد يعمل فطار بقى كده بنِفس إيه راضية بمعنى أصح يعني. فالمهم إيه، أنا باحب بقى أملى الحوض كده مواعين، يعني مثلًا الأطباق والحاجات اللي هي الخفيفة كده، عقبال ما أغسل العدة والكوبايات والصواني، الحاجات اللي هي بتاعة المشروبات دي يعني. طبعًا أنا باغسل بمَيّة سخنة. بتكون المَيّة دي نزلت على المواعين دي يا جماعة، في أي حاجة في طبق فول تلاقيه بقى بايش، في طبق مثلًا كان في مثلًا طبيخ، كان في صنع عصفور مش عارفة إيه، تحسّي إن هو إيه، تيجي تغسليه كده تلاقيه إن هو مثلًا بايش ما فيهوش حاجة لازقة، فاهمين قصدي؟ فأنا دايمًا باحب كده. في ناس تبقى مثلًا مأيّدة الفكرة وناس يعني ضدها، يعني ناس مأيّداها وناس ضدها عادي. لأ أنا متعوّدة على كده، ألِم كل المواعين اللي هي الأطباق والمعالق والحاجات اللي هي الصغيّرة أوي دي، الأوحية الصغيّرة برضه، وبعد كده أبدأ أغسل فيهم أغسل عليهم ال الكوبايات يعني والحاجات اللي هي بتاعة العِدّة كده. خلّصتهم بقى كده وبدأت إن أنا إيه، أغسل المواعين. عايزة أقول لكم إن أنا يعني الطبق تحسّي إن هو يعني مغسول 3/4 غسلة مثلًا مغسول 3/4 غسلة والله العظيم. جرّبوا أنتم تعملوا كده، هتلاقوا المواعين معاكم أسهل بكتير، وكمان المَيّة سخنة، فأي دهان بقى أي حاجة بتلاقوها نزلت من المواعين على طول. بابدأ بقى كده إن أنا إيه، أغسل كل يعني مثلًا أغسل مثلًا إيه، نُصّهم واشطفهم على المواعين اللي هي برضه في الحوض، اللي هي إيه، أكتر إيه، يعني مثلًا هتلاقوا مثلًا أطباق فيها بتاعة البيض، أطباق بتاعة مثلًا طبيخ، أطباق فيها حاجات اللي هو كده، فدي باسيبها للآخر تكون إيه، عقبال ما أخلّص بقى كده شطيف مثلًا حبّة المواعين دول كمان يكونوا هُم بقوا إيه، تحت كده فُلّة شمعة منوّرة يعني بمعنى أصح. وأبدأ بقى كده إيه، أشطفهم كده كلّهم، أحس إن أنا عملت إنجاز. يعني لو هاشطف مثلًا الطبق اللي هاغسله هاشطفه، باحس إن أنا لأ، الوقت مش يعني إيه، هاغسل في وقت كتير أو الوقت هيبقى مش عارفة، هو كل واحد دماغه مريّحاه يعني، أنا دي الطريقة بتاعتي يعني في غسيل المواعين. خلّصت بقى كده الحوض خلص، المواعين خلصت والحوض خلص ودعكته كده غسلته غسلة حلوة، عملت الصينية اللي هي بتاعة السلطة دي كده، وكل المطبخ عندي كده رايق. عايزة أقول لكم بقى الواحد كده يخش يعمل فطار بمزاج، لكن الحوض لو كان مليان مواعين زي ما هو كده، يعني مش قادرة أوصف لكم، كانت هتبقى نفسيتي وحشة جدًا. مع إني باحب غسيل المواعين والله، بس باحب إيه، غسيل المواعين اللي هو بيبقى إيه، أول بأول، ما باحبهاش تتراكم. لو اتراكمت عليَّ ما باحبش أغسلها، وباحس إن أنا زهقانة كده وقرفانة وطهقانة. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.